دي اخر محاوله سلميه هنعملها. دي اباده، احنا في حاله اباده. مجازر عم ترتكب بهالشكل الوحشي بحق الابرياء. نجوم العالم العربي غاضبون. هاي عقيده احنا تربينا عليها. عاملين خطه للحدود. غضب كبير عبر عنه النجوم من ليلة امبارح بعد التفجير اللي استهدف مستشفى المعمداني، والتعبير عن المشاعر والإدانة للي عم بيصير في غزة ما كان بس على السوشيال ميديا. فنقابة المهن التمثيلية في مصر دعت الفنانين لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. عاملين خطة للحدود. والكثير من النجوم لبوا النداء وشاركوا بهالتجمع ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء. في النهايه احنا مع فلسطين الفتره القادمه بنحاول نوصل رسالتنا للعالم كله. المره دي مش هنستنى وما وصلوش، وزي ما قلت دي اخر محاوله سلميه هنعملها. مفيش الوان دلوقتي، كل واحد، احنا واحد وكلنا مع بعض يعني. دي اباده، احنا في حاله اباده. الشعب الفلسطيني ذنبه ايه؟ العزل ذنبهم ايه؟ البيوت اللي بتتهد من غير سابق انذار. طب انتوا عايزين تهجروهم ليه؟ ايه المغزى؟ فيلي عم بتعيشوا فلسطين من أكثر من 10 أيام بفوق الوصف، ولهيك أصر نجوم مصر على المشاركة بهاليوم. احنا صوتنا ده بيرفع من معنويات الشعب الفلسطيني، وده المطلوب. الناس ديت في حرب، محتاجين حد يقول لهم جو اون، كملوا، برافو، هتوصلوا. احنا نفسنا نبقى معاهم، نفسنا نبقى وسطهم. الحقيقة اللي بيحصل شيء فوق حدود البشر، يعني اقل وابسط من البسيط ان احنا نعمل وقفه تضامنيه معاهم. يعني لهم انه ثبت لكم الزمن ان القضيه ما بتموتش اهو، فتصرفوا على هذا يعني هذا القدر بانكم تبقوا عارفين انه ده هيتوارثوا اجيال. حتى لو الجيل ده عمل كده في جيل تاني طالع. ربنا يكرم ويوفق اهل غزه كلهم وفلسطين للعوده لمكانهم الطبيعي. مفيش كلام ممكن يتقال، يعني حسبي الله ونعم الوكيل وربنا معاهم. ومع عجز الكلام أمام المآسي اللي عم نشهدها، اللي كتار وجهوا رسالتهم لأهل فلسطين وغزة. رح أقول لهم الله يربط على قلوبكم، الله يصبركم، الله ينصركم يا رب ويقويكم، وإحنا كلنا معكم. قضيتكم مش قضيتكم لحالكم، هي مش قضية الفلسطينيين لحالهم، هي قضية كل عربي مسلم، كل إنسان حر. هي بتكون قضيته القضية الفلسطينية. هاي عقيدة احنا تربينا عليها. انا بقول اصبروا وصابروا ان النصر قريب ان شاء الله باذن الله. حابه اقول لهم قلبي معاكم، وان شاء الله ربنا هينصركم، وان شاء الله باذن الله ان ده يتزاح وارضكم ترجع ليكم، لان الارض دي طول عمرها ليكم وهتفضل ليكم باذن الله. والله انتوا ابطال، الاطفال دي ابطال، وشعب غزه بجد ربنا يرحم كل الشهداء. قلبنا بيتوجع كل يوم على اللي بيحصل، وكلنا بندعي بجد ان المجزره دي تنتهي. ونقطه ضعف الكل كانت اللي عم بيتعرض له الاطفال. بقول للاطفال انا اسفه انه فتحتوا عينيكم على اللي انتوا شايفينه. انا اسفه على السجن الكبير اللي انتوا عايشين فيه، اسفه على الوقت اللي انتوا اتولدتوا فيه، وقت ما فيهوش انسانيه. ارحموا اطفال غزه، ارحموهم من فضل حضراتكم. افتحوا المعابر، وصلوا المساعدات الانسانيه للاطفال. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والرساله نفسها وجهها لكثار. نتمنى ان اليومين الجايين تتحل مشكله الدعم ليهم بالنسبه لمعبر رفح، وتخش المعونات والاكل والشرب والطاقه. وكل حدا تضامن مع هالشعب على طريقته. لو بايدينا اي حاجه نعملها، فاعتقد ان اقل حاجه ممكن نعملها ان احنا نتبرع بالدم لنقل هذه الدماء الى اخواتنا في فلسطين. وده يعني اقل الايمان زي ما بيقولوا، بس مطلوب منا اكتر من كده، وان شاء الله وحده وطنيه كبيره. وقفتنا دي معناها ان احنا ضد الظلم والقهر اللي بيحصل لاهل غزه. والمشهد نفسه تكرر في لبنان بدعوه من كل النقابات الفنيه فيها. اولا بدي اعزي اهلنا بفلسطين، خاصه بغزه. بدي اعزي الشهداء، بدي اعزي اهاليهم. ادعي الله يا رب يشفي الجرحى، وكلنا غزه، كلنا فلسطين. هذا اقل شيء ممكن نقدمه لاصحاب القضيه. نحن يمكن كفنانين ما بنعرف نحمل سلاح، ولكن منقاتل بكلمتنا، بوجودنا، بحضورنا. بدأت حياتي بكل مسرحياتي للقضية الفلسطينية. وجعي ما له علاقة بوجع العالم. عم بحكيكي مش كأحمد الزين، عم بحكيكي كابن البلد. ما عندي قضية تانية. قول إنه القضية منا قضية سياسي، القضية قضية إنسان. اللي عم نشوفه بغزة، ألوف الأطفال توفت، عشرات الألوف مشردة،
أنا بقول إنه طفح الكيل كفى. فبالفعل هالقضية ما عادت فلسطينية بس، مجازر عم ترتكب بهالشكل الوحشي بحق الأبرياء من أطفال، نساء، شيوخ، عم تتهدم السطوح البيوتهم على رؤوسهم. في أطفال عم بتموت ما عرفي ليش عم بتموت، ما عرفي السبب، هودي ما خصهم بالحرب. احنا عم نشوف إبادة جماعية بحق شعب مسلوخ عن أرضه، محبوس بسجن، ما عنده أدنى مقومات الحياة.